بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. walaalkayga muslimka ah iyo walaashayda muslimada ahay maxaad ka taqaanaa ama aad ka ogtahay fadaaisha iyo wanaagyada ay leeyihiin ama ilaahay uu sugay cidda tukata ama ilaalisa ama ogta salaadaha shanta ah. waxaan isku dayi doonaa insha Allah daqiiqadaha kooban ee soo socda hadaad fursad ii siiso inaad ila joogto ama ila daawato fiidiyogan inaad dhagaaga maqashiyo tiraba 10 qodob ama 10 fadli ama 10 wanaag oo ay salaadaha shanta ay leeyihiin. bal qodobka koobaad aan ku bilaabo المحافظة على الصلوات الخمس إن لا إلى صلاة شنطة وحلوها لا أما لجو جارا دخول الجنة إن شاء الله ذلك. أحاديث آدية أخرى بدن بكسرنا تحبيب كان محمد عليه الصلاة والسلام إن رسولك تلمامي إن لا إلى صلاة شنطة إن لجوها لا جنة. وحكم حديث رسولك صلى الله عليه وسلم وليه اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذات أمركم تدخلوا جنة ربكم أو جنة ربكم. واحد كبقتان وحجة الوداع الله سبحانه وتعالى كبح بصدر ربك كعب صدر وصلاة عشان تهتو كذا وبشينا الصوم والزكاة حولين القولي بحية وأضيع عددك أمرك إياه ماملك يدين هيا واحد كلي دوتان جنة ربك. أحاديث كل آدي أدفر بدن بقصة رورتي وهذه أي هذا يسن لهنا تريا أين كوبي كرين. بالقضاء كلامات صلاة فضل جايله ده وحكم ده وفضل جل بعده إن قفك كتر ترتو ويكمل يدو جففك يدنوبت. بلو في رسولك تصالح قالوا فهم كرو يسوق اعتمرك أرنك النوع عاصي نوت المامي. حديث كصحيحين كقصة من حديث أبو هريرة وحليه هو كم قال رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم يسقاله ولو حد كور أنتان هدين متكين الباب كيس وهر مروبي maalintii 5 jeer uu ka kumaydho wabigaasi shirkiisa miyaa wax wasakhay ku harasa saxaabatu rasuul waxay yiraahdeen la yabqa min dhananihi shay waxaba yaraatay wasakh ah ama xumaan oo ku harasa ama nadaafad darra oo shirkiisa ku harasa ma jirto koow. markaas rasuulku sallallahu alayhi wasallam halka uu xiriir ka dhaxaysay uu yiri fadhalika mithlu salawati al-khams yamhu Allahu bihi al-khataaya waxa la mid ah salaadaha shanta oo Ilaahay ku tirtiro جففك أما الذنوب تأذونك كدعسة. الله أكبر. محاك قيمة بدن محا إن جدا بيا بدن محا إلهي سبحانه وتعالى فضلي سكواسع حسن محا إلهي كفضل بدن. الله أكبر. فضلك صدحات أي صلاة إليهين الصلاة خير الأعمال أعمال قبطوك وخير كبدن بي صلاة كميتها من حديث ابن ماجه إمام الباني وكتب الإمام صحيحة حديث أي ثوبان وسوريني وحرسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. توصناض وحنا دقاتان إن أعماشنا وحو خير كبدنا يتهي الصلاة واحد كله دقاتان إن ويسدا وحيابها شرط وح صلاة إن أنا عيد الباب إلالين لكن قف مؤمن إلهي سبحانه وتعالى إيمان كارزاقي بإلالين. الله أكبر. محاك قيمة بدن. قضب كافرات صلاة إليهن أما فضل جلجهله كو أما فضل أفراد صلاة إليهن والصلاة أو الصلوات الخمس تكفر السيئات وترفع الدرجات. سيئات كي حمانها لو ترترى درجاتنا كربا قفك لو قاضى. ابن ماجه وحسورينية إمام الباني صحيح وكتب الإمام من حديث عبادة بن صامت إن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال يسوى الرسول كله ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له بها درجة فاستكثروا من السجود. بشر أضون إلهي سبحانه وتعالى السجود هدو سجود محورية كو إلهي وناك بوقرية حمامك ترترية درجة إلهي سبحانه وتعالى كرو قاضية سجود فربط صدى محاك قيمة بدن. حديث كي كلنا وكر رسولك الإمام صلى الله عليه وسلم حالة أدونك ربي يقولوا ياهي وأمرك سجودية سجود فربضية. الصلوات الخمس وفضل شنات أي صلاة إليهين صلاة شنطة إلهي وحكو ترترى وحد حدود الدعاء أما ضدكم مركا أي قف سميان صلاة بقف كسوت كذي صلاة كلا تمد
waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku tirtiraa maxay gafafka axaadiis aad u fara badan baa ku soo aroortay rasuulku sallallahu alayhi wasallam arinta noocaas oo kaga sheekeynay was-salawaatu al-khams wal-jum'atu ila al-jam' wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima baynahun idha yutunibat al-kaba'ir marka rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu tilmaamay xadiidka imaam bukhari riwaayadan ku soo wariyay Uthman bin Affan in Uthman bin Affan uu leeyahay wallahi la uhaddithannakum hadithan والله لولا آية في كتاب الله ما حدثتمكموه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها مركو كور من رسولك صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان مسوريني ويسد إن وناجيه قيمها يقول هذه صلاة أي رسولك صلى الله عليه وسلم يقول دون مشرت كذا صلاة ويسد وناجيه وديت صلاتي تكذا إلى إلهي سبحانه وتعالى وترترا أو كذا فجففك دنوبته أنت ودحيس لبضع صلاة وتكنيو يتصاصعت الله أكبر محاك قيمة بدن فضل اللحاد والصلاة كمية صلاة شنطة وصلاة الصبح وحيكاد لك سائنة كهوس نولاته رعاية يحفتك إلهي سبحانه وتعالى وصلاة الصبح إمام مسلم وحسورين حديث كجود بن عبد الله إن رسولك صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله قفك صلاة الصبح كذا كل سجيه ما جنت إلهي سبحانه وتعالى قضبك التضباط أو إسلا صلاة الصبح أو كم من صلاة شنطة ملائكتك عجب مركعس خيرك وناجات سمينس صحيحين كوح كل سجن حديث أبو هريرة أسوريني رضي الله عنه يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون لو صلاة كم إذا كمر كفريا الله أكبر محك قيمة بدن إن لا الله يوحنا كانوا يد هبل أما هبل أيو سجوا صلاة كريه الله يهبل وحنا تجني أما هبل أيان تجني سجوا أما يدو صلاة كنس محك قيمة بدن الله أكبر قضب كسيدات أما فضل كسيدات الصلاة عشان تهيليهين إن صلاة أيتها إفتين يا نور حديثك أبي مالك الأشعري إمام مسلم سوريني عنكها الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور صلاة إفتين والنور والصدقة برهان صدقة برهان يقاشان والصبر ضياء صبر كن وافضين والقرآن حجة لك وعليك قرآنك أمادو كودودي الله أكبر marka walaalayaal salaadu waa iftiin waa nuur qofka salaada ilaaliya waa qof iftiin iyo nuur ku sugan nadaafad ahaan way ognahay qalbi ahaan way ognahay ar-rukuuc wa sujuud rukuuc iyo sujuud Allahu akbar waa qodobka sagaalaad ee kamida fadaaisha ay leedahay salaadu waa sujuudu iyo rukuucda waxay qofka ka tirtiraan gafafka xadiis badan ma ku soo rootay min xadiisi ibn Umar ba kamida inuu waxaan ka maqlay rasuulullaahi Muhammad sallallahu alayhi wasallam inuu yiri midkiin marka uu tukado dembigii wuxuu ku soo dhawaaday ku soo ururaa ala ra'sihi madaxiisa iyo garbihiisa markasta uu rukuuco ama uu sujuudo dunuubtii ka daadata marka waa fursad qiimo badan in sujuuda iyo rukuucda ilaaliso qodobka tobnaad waa fursatun liman ghalabathu nafsuhu fa'adnab wa qofka naftiisa ay ka adkaatay ee dambi sameeyay fursada u banaan bulu fiirso saxiixaynka waxa ku sugan min xadiis ibn Mas'ud in loo keenay nabi maxamed alayhi salatu wasalaam nin gabadh aan maxaarimtiisa kamid ahayn dhunkaday laba dambiye markii rasuulka loo keenay ee rasuulku looga sheekay ba ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu soo dajiyay aqimi as-salata tarafay an-nahari wa zulfan min al-layl innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin aayadaas ilaahay subhanahu wa ta'ala soo dajiyay salaada labada waqti la tukanayo iyo sida ay wanaagadaasi u tagsiinayeen xumaanihii qofka ka dhacay markaas ninkii farxadii iyo reereyntii uu sahin karay waa markaas waxa uu ya rasuulallah ali hada ma anigu bay sugnaatay oo wanaagan sameeyay xumaantii ka horeysay lagu tirtiraya markaas rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa uu maya laakiin waa li jamii'i ummati kulluhum ummadayda oo dhan ayaa arinta noocaas u sugnaatay walaalkay iyo walaashay salaadaha shanta ee ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu adoonsay sideed isku tii ma tukata ما كم يتكون كذا هذا كم يتإلهي ومهنق
haddii aanad ka mid ahayn kuwa tukadana waxaad maanta go'aan ku gaadhaa saacadda aad hadda fiidiyowga daawanayso fariinteedaasi ku soo gaadhayso inaad kacdo oo aad meydhato oo aad weysaysato oo aad tukato salaada taagan markaasi waxaa laga yaabaa inay noqoto saacadihii kugu dambeeyay ee adduunyada ka tegaysay waxaad kala doorataa inaad ilaahay la kulanto adigoo bilaa salaada iyo inaad ilaahay la kulanto adigoo salaad leh xasuusnowna waxa ugu horeeya la isweydiinayaa ee la iska xisaabinayaa waa salaada inaasina kusoo gabagabaynaynaa wallahu subxaanahu watacaala aclam waxkam وبالله التوفيق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك